طعمه حلو جدا. عجبك يا فيروز؟ طبعا يا مامتي. وصفة النهاردة تقدروا تسموها وصفة البهجة، وصفة السعادة، لان لما تيجي تحضروها كل البيت هيكون مبسوط. هنعمل النهاردة مع بعض مارشميلو بمكونات بسيطة جدا، مش قادرة اقول لكم الطريقة قد ايه سهلة وقد ايه مش مكلفة، وتقدروا تعملوا منها الكمية اللي انتوا عايزينها وكمان الالوان اللي انتوا عايزينها. يلا بينا بسرعة نبدأ في الوصفة. اول حاجة هنجهزها هنا 1.5 كوب من السكر، عليهم نص كوباية من المية الفترة، والمكون اللي احنا محتاجينه اساسي مش هنقدر نستغنى عنه في الوصفه ديت. هنجيب كوبايه من عسل الجلوكوز. حد هيسالني فين عسل الجلوكوز؟ بيتباع عند اي عطار في الدنيا. هنضيفه على السكر والميه، هنرفعه على النار لمده دقيقتين او 3 دقايق، مش عايزينه يقعد على النار اكتر من كده. هنا بقى هنجيب معلقتين كبار من الجيلاتين، ده برضو بيتباع عند العطار، وهنضيف عليه ربع كوبايه من الميه ونقلبه ونسيبه على جنب. العلب بقى اللي احنا هنحضرها عشان هنحط فيها المارشميلو، هنجيب معلقه من الزيت ندهن بيها العلبه كويس جدا، وكمان معلقه من النشا. نحاول ان احنا نغلف العلبه كويس جدا ونطلع اي نشا موجوده زياده فيها. هنا تمام، العسل هنا جاهز معانا. هنجيب بقى الجيلاتين هننزل بيه في اي بوله، بعد كده هننزل بالعسل وهو سخن يا جماعه، وهو سخن ينزل بيه، بعد كده نضربه. هنا عايزين بقى خطواتنا كلها تكون سريعه، لان لما بيقعد شويه بيجمد ومش هنعرف نتحكم فيه، فعايزين كل حاجه هنا كده تكون سخنه علشان هنضرب بقى. بصوا يعني اول مرحله بيكون لونه فاتح، بعد كده تاني مرحله بيكون لونه ابيض، بعد كده لونه بيفتح اكتر. بصوا هنفضل نضرب. انا هنا مش قاطعه الفيديو ولا اي حاجه، بوريكم كل المراحل عشان تشوفوا. يعني هي دي بقى المرحله اللي احنا نتوقف عندها، لما المارشميلو يمسك كده زي ما انتم شايفين في المضرب، يبقى كده خلاص تمام جدا. هنا بقى نوقف ضرب بسرعه جدا، وكل الخطوات اللي احنا بنجهزها هنا تكون سريعه جدا، لان زي ما اتفقنا المارشميلو بيمسك بسرعه، فاحنا عايزين نقدر نشكله ونقدر نحطه في العلب. هنحط معلقه من الفانيليا، نبدا بس نخلط كده الفانيليا مع المارشميلو. بعد كده هنجيب بقى العلبه اللي احنا جهزناها ودهناها زيت ونشا، وهننزل ب3/4 الخليط او بنص الخليط زي ما انتوا عايزين، لان انا هعمل نص ابيض والنص التاني هيكون اي لون بقى انتوا بتحبوه. هنجيب اللي هو اللون الغذائي برضه بيكون موجود عند العطار، وهنحط منه نقطه واحده بس. انا هنا اللون المفروض ان هو لونه احمر، بس انا عشان حطيت منه كميه قليله فهيديني اللون البينك، هو ده اللون اللي انا عايزاه. بعد كده هننزل بيه على باقي المارشميلو. هنحاول احنا كده يعني نحاول احنا نوزعه. بصوا يا جماعه كل الخطوات زي ما اتفقنا هنا، عشان ما تجيش تقولوا انت المارشميلو بيمسك معانا، المارشميلو ما طلعش مظبوط معانا. لا، لازم كل الخطوات تكون سريعه علشان نقدر نتحكم فيه بسهوله. هنا انا عملت الكميه كمان برضو، النص ابيض حطيته في العلبه، والنص التاني هيكون لونه اصفر. انا حطيت نقطه بس من اللون الاصفر برضو، هنضربه بسرعه جدا وهننزل بيه على العلبه كده زي ما انتوا شايفين. كده خلاص احنا خلصنا. وكمان انا عملت لون تالت اللي هو اللون الاخضر، بس ما صورتوش في الفيديو لان عشان ما يكونش الفيديو يكون مدته طويله. بس هم دول 3 الوان اللي عملتهم، اللون البينك واللون الاصفر واللون الاخضر الفاتح. هنسيبه بقى في التلاجة او برا التلاجة، مش فارقه كتير، هنسيبه اقل حاجه 4 ساعات، والافضل كمان ان احنا نسيبه قبلها بليله كامله. كده يا جماعه خلاص جاهز معانا. بصوا كميه حلوه جدا. بعد ما سيبناه هنا انا سيبته ليله كامله، هنجيب بقى نشا. هنا مش هنتحرك من غير النشا، لو استغنيتوا عن النشا في الوصفه ديت مش هتعرفوا خالص تتحكموا فيه. ده اللون الاخضر اللي انا قلت لكم عليه. هنحاول بس احنا كده نسلك بالسكينه وبينزل بسهوله جدا عشان احنا دهنينه زيت. الزيت يا جماعه بيسهل جدا اللي هو ينزل من العلبه بكل سهوله، ولازم السكينه برضو ندهنها شويه زيت، او نفضل نحن كل شويه نجيب عليها النشا. بصوا بعد ما نقطعه برضو الاماكن اللي ما جاتش فيها نشا نفضل برضو نحاول احنا نغلفها بالنشا. وهنا بقى التقطيع يرجع لكم انتوا، يعني عايزينه مثلا مربعات كبيره، عايزين مربعات صغيره، عايزينه صوابع، يعني التقطيع اللي انتوا تحبوه. انا حبيت اعمله كده زي المخدات كده قطع كبيره. وده هنا برضو اللون البينك. بصوا اللون البينك يا جماعه شكله بجد خطير، عشان انا هنا عملت 3/4 ابيض، والربع بس الاخير عملت لونه بينك. بصوا اختلط شويه بالابيض، وبجد لونه حلو جدا وشكله حلو.
بصوا هنا بقى يا جماعه وانا بقطعه، بصوا بجد خطير، يعني مارشميلو مفيهوش ولا كلمه. بصوا هنا بقى بعد ما قطعنا نص النص التاني بقى عمالين نلعب بيه. بصوا الالوانات بجد مبهجه، هنا قطعت الكميه كلها، الاصفر والبينك وكمان اللون اللي هو البستاش ده او اللون الاخضر. بصوا بجد خطير يعني، بصوا مفيهوش ولا كلمه بجد يعني. انا مبسوطه جدا ان انا عملته، وولاد كمان كانوا مبسوطين، وانتوا اعملوه كمان هتتبسطوا جدا ان انتوا تعملوا كل الكميه دي بمكونات بسيطه جدا، وكمان مش مكلف وطعمه احلى كتير. اشوفكم في فيديو جديد، متنسوش بقى اللايك والشير، وباي باي.